ازيك يا شيف نبيل؟ ازي حضرتك يا عمر؟ كويس يا شيف نبيل. تمام الحمد لله. امورني يا عمر. شكرا قوي يا شيف نبيل. عايز مقادير الفاصوليا اللي حضرتك عملتها دي تاني. عينيا حاضر. وعن اذنك بس خلي الميعاد متأخر شوية عشان ماما بترجع من الشغل متأخر. حاضر. فمش بنلحق نتفرج على حضرتك. طب انت بتساعد ماما لحد ما ماما تيجي من الشغل وتاكل على طول، ايه رايك انت في الموضوع ده؟ ماما بترجع الساعة 4 أو 5. تيجي بالسلامه ان شاء الله. حاضر يا عمر، تحت امرك. اشكرك يا عمر. هنيجي مع بعض ننزل مقادير. اول حاجه في الميكس جريل هنعملها، هنعمل ايه؟ هنعمل الكفته. اول حاجه هننزل الكفته، وبعد كده هنبدا نعمل الشيش، وبعد كده نعمل الصدور المشويه على ما نعمل الرز. ده كل مكونات الميكس جريل. ننزل اول حاجه هنكتب مع بعض ايه هو عباره عن ايه الميكس جريل، وبعد كده هنبدا نشوف هنعمل ايه. ده الميكس جريل عباره عن ايه؟ صدور فراخ مشويه مع كفته مع شيش طاووق، وهنقدمه على الرز الاصفر. هنقدمه مع رز الاصفر. ده مكونات او عناوين او الايتم او اصناف الميكس جريل. هنرجع مع بعض وهنكتب فقط لا غير مقادير الكفته بعد ما نعرف هو ايه الميكس جريل. طيب كده ده. طيب خلاص نعمل اول حاجه ده الشيش طاووق. اول حاجه نعملها ده شيش طاووق مع الصلصه. هنكتب مقاديرنا الاول ونرجع نشوف هنعمل ايه. اول حاجه في شيش طاووق نص كيلو وراك فراخ مخليه بدون جلد وعظم، وهنجيب بصله مبشوره وعصير او عصير البصل. عصير البصل، وكمان معلقه صلصه وخل وزيت وزعتر وروزماري، وكمان نص معلقه بابريكا. ونقول واحده تاني من اول خالص. شيش طاووق عباره عن ايه؟ نص كيلو من الفراخ المخليه او وراك الفراخ المخليه من العظم والجلد. تاني حاجه عصير بصل. تالت حاجه الصلصه، وبعد كده الخل والزيت والزعتر وروزماري والبابريكا وعصير الليمون مع قرفه وملح وفلفل اسود. ودي خشب الخله اللي احنا هنشوف هنعمل ايه. نكتب واحده. رجعنا مع بعض. ده الشيش طاووق اللي احنا هنعمله دلوقتي. بنجيبه، وده الصلصه والبابريكا والقرفه والفلفل الاسود والروزماري والزعتر وكمان الزيت والخل. كده اول حاجه هعمل ايه؟ هاخد الشيش اللي انا غسله كويس جدا ومقطعه كويس جدا مكعبات او حسب الحجم اللي يعجبني. ده شكله بغسله دقيق وملح وخل. اي فراخ في الدنيا عشان الزفاره عشان اي حاجه بكتيريا. دقيق وخل وملح. ونقول معلومه تاني بعد ما نقول مشروع. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ ازي حضرتك يا فندم؟ انا بقول لام منى ما تزعلش طبعا من اللي قالت عليها الكلام ده، لان البرنامج ما ينفعش من غير ام منى بجد. وبشكر حضرتك جدا على البرنامج الجميل اللي بتقدمه لنا. اشكرك ربنا يخليك. عايزه اسال حضرتك سؤال بس يا شيخ نبيل. اموري. الكزبره والبقدونس والشبت لما بنعينهم في الفريزر بنطلعهم بيسمروا ليه يا شيخ نبيل؟ يعني عايزين طريقه ان احنا لما نعينهم ونطلعهم تبقى خضره زي ما هي ما بنشتريها. لازم الخضروات دي او الخضره بالذات لازم تستخدم في نفس التوقيت. ما ينفعش ان هي تتخزن خالص. ما ينفعش نغلي لها ميه زي الملوخيه ونحطها؟ لا خالص ما ينفعش. تحت امرك الكل. اشكرك. نداء لام منى. نداء لام منى. كل الناس بتحبك يا ام منى. هنشوف معزتك عندنا ايه او عندي يعني انا معزتي ايه عندك. اي حد فينا. هنيجي مع بعض نجيب معلقه ونبدا نعمل ايه. ام عمرو. الو ام عمرو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سيدنا نبيل؟ ازي حضرتك يا فندم؟ ازي صحتك؟ نحمد الله. انا عايزه اقول لك بس ان انا عملت الزيتون التفاحي قبل ما حضرتك تعمله. تمام. فبعد ما عملته بيومين ثلاثه كده حسيت ان الجلده الخارجيه كرمشت.
فقلت يمكن الملح اقل. تمام. فزودت الملح شويه، مش عارفه بقى كده غلط ولا ايه، مش عارفه. حاضر، هقول لك ايه السبب. حاضر، تحت امرك. هنجيب الفلفل الاسود والقرفه اهو، وبعد كده الروزماري والزعتر والبابريكا. عزة، الو. ايوه، ازيك يا شيخ نبيل؟ ازي حضرتك يا فندم؟ معلش انا اتصلت تاني. تحت امرك. الله نوري. يخليك. الله يخليك. شيخ نبيل، هو ينفع البلح عشان ما اقروش عليه سكر بودره ولا البلح لازم الشام عسل؟ زي ما انت عايزه. عادي يعني يمشي؟ زي ما انت عايزه، بس هو الافضل بلح الشام. اولا احنا عارفين عنه اللي هو بيتحط بالعسل. في عسل عشان خاطر يطرى ويدي طعم جميل. طب معلش والله يا شيخ نبيل، انا بالنسبه للقصص والله مع احترامي ليها، يعني هي ملهاش ان هي تقول ما تتكلمش ما تقولش، هي براحتها يعني. احنا في المطبخ هنا هي في البرنامج، فهي قولها ما تزعلش مؤمنه وعادي يعني، هي كل واحد حر يتكلم بالطريقه اللي هو عايزها. شكرا ليكي. ماشي. كلنا متشكره لحضرتك والاخلاق حضرتك. اشكرك يا فندم، تحت امرك. ده الرز اللي احنا عاملينه، حطينا بعد ما غلي وحطينا الملح والتوابل بتاعته، وهنحط دلوقتي الليمون. احنا قلنا قبل كده الليمون ليه اهو. هجيب سكينه وهبدا افتح فتحه كده لليمون اهو، زي ما احنا عملنا قبل كده كتير اهو. وبعد كده نحطه في قلب الرز. ميار، الو. الو. مساء الخير يا فندم. الو. الحمد لله. لو سمحت، ازيك يا شيخ نبيل؟ ازي حضرتك يا فندم؟ لو سمحت، هي ممكن عايزه تعرف هو درجه الحراره بتاعه البيتي فور تمام. هتبقى كام؟ حاضر، اقول لك عليها. حاضر عينيا. البيتي فور هقول لك عليه. حاضر. كده يبقى الرز معايا، مش هغطي عليه لحد ما يتشرب الميه بتاعته. بعد كده هنا هرجع احط كل التوابل مع بعضيها. زينب، الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتصلت تاني على فكره. لا، نوري يا فندم. معلش عاوزه طريقه الفينو. حاضر. الفينو. وعاوزه اعرف ايه سبب الغريبه ليه بتبقى فاضيه من جوه؟ ليه فاضيه؟ من جوه. يعني ايه فاضيه؟ يعني بعملها بتطلع فارغه كده من جوه بعد ما اطيبها. لا، يبقى انت حضرتك بتيجي تعمليها او بتيجي تعمليها كويرات، ما بتظبطهاش في ايدك. كده هنرجع تاني. ده الشيش طاووق اهو. حطينا ليمون وحطينا الصلصه والبابريكا والقرفه والفلفل الاسمر والملح وكمان الخل. وهنحط دلوقتي ايه؟ هنحط زيت بسيط هنا عشان هنكمل بقيه الزيت تاني. وهنحط ميه البصل. زينب، الو. الو. مساء الخير يا فندم. مساء النور شيخ نبيل. ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ نحمد انا الله. كنت عايزه اقول بالنسبه للتشيز كيك اللي حضرتك بتعمله، انا تمام. بعمله بالظبط، بس بدل الساور كريم انا بستخدم زبادي او قشطه. والتشيز كريم او الكريم تشيز مش سهل وجودها، عشان كده يعني حضرتك هي بتبقى موجوده بشركات اجنبيه بس غاليه. تمام. حضرتك قلت ان مكعبات الكيري، سوري ان انا قلت الاسم، يعني المكعبات المربعه. تمام. بس انا قلت اقول لحضرتك، وعايزه اسال سؤال بالنسبه لمخلل البصل. تمام. هو حضرتك ممكن ما اسلقوش خالص واستعمله احطه ني؟ هيقعد اطول فتره يعني، مثلا بدل ما مشكله. بس قصدي حضرتك في حاجه هزودها في لا خالص. الحاجات دي لا خالص، هو نفس كل حاجه، بس لو ما سلقناش هياخد وقت اطول، لكن سلقناه هياخد الشهر بتاعه زي الفل. تمام. اشكرك يا فندم، تحت امرك. كده احنا شايفين الرز بيغلي واحنا بنعمل مع بعض الشيش طاووق. وماركه، الو. الو. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا حضرتك. ازي حضرتك؟ الله يخليك. انا بس كنت عايزه اسال حضرتك بالنسبه للرز، ايه الاصفر اللي خلاه اصفر؟ ايه هو الكركم. ايه الكركم؟ الكركم يا فندم. ايه كركم. ايوه. طب شكرا جزيلا. تحت امرك يا فندم، تحت امرك، تأمري. كده اهلا بيك يا مؤمنه. السلام عليكم. عليكم السلام. انا متشكره لك ومتشكره كل مشاهدينك. رشحي بقى نفسك بقى. لا يا حبيبي، اصل احنا كلنا اخوات واخدنا على بعض، ربنا يبارك فيك. طبعا ربنا يخليك يا رب. وكلنا بيجمعنا ان احنا بنعزك. ربنا يعزك يا رب. والله ما في احسن منك يا ده برنامجك وبرنامجكم كلكم مش بتاعنا. الله يخليك. وبعدين كفايه انك بتوصل لكل واحد المعلومه بس. اشكرك، ربنا يخليك. وفي حاجات كتير يعني والله موجوده في برامج تانية. ربنا يخليك. والله يبارك فيك، وانا متشكره لكل واحده سالت عليا، ربنا يبارك فيك. تحت امرك يا مؤمنه. الله يخليك. انت تستاهل كل خير.
لكم قاعدين بجد ذوق جدا جدا. هنيجي مع بعض نشوف احنا بنعمل ايه. ده الشيش تبلناه مع بعض، هنحط في الاخر. ما تلحقي مقعد كده مؤمنه، يا ريت تلحقينا كده اي مسند كده جنبك كده. حطينا الزيت في الاخر خالص. اي هتبل فتره اطول، تقعد فتره اطول تديني طعم احلى وكمان شكل افضل. نيجي مع بعض هنشيل كل الكلام ده خالص ونبدا نشوف هنعمل ايه. هنجيب بصل وفلفل وكمان طماطم ونجيب خشب الخله ونشوف هنعمل ايه في الشيش زي ما احنا عارفين. مدام منى الو. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. بشكر حضرتك جدا يا شيف على الحلو اللي عملتها وعلى ذوقك. اشكرك يا فندم. واحنا عاجزين عن الشكر، بس انا كنت طلبت من حضرتك اعاده حلقه السينابو. فلو سمحت حضرتك توصي عليها لان ناس كتير بيتمنوا يشوفوها. حاضر. ومن فضلك ما تعملش حاجه من غير ما تقول لي انا عليها. يعني المدور الاسود اللي حطيته على الرز ده ايه؟ المدار الاسود ده ليمون. حاضر. حطيت الكركم من غير ما تقول لنا برضه. لا حاضر، لو قلت قبل كده فلو قلت اكيد مش قاعده ازهق الناس كل شويه المقادير هي. طيب هقول لكم تاني. نيجي مع بعض. احنا عملنا ايه هنا؟ الرز الاصفر ده عباره عن ايه؟ ميه ورز بسمتي، وده ليمون مجفف موجود عند اي عطار في الدنيا، وكمان ورق لورا وثلاث حبات او 3 مكعبات من المرق، وحطيت ملح وشويه زبده وشويه زيت والكركم. ده الرز اللي احنا شايفينه على الشاشه بالشكل ده كده. ده الرز. اقول تاني: ملح، مكعبات مرق، وكركم، وكمان ورق لورا، وحطينا اهو. نشوفه مع بعض، وكمان ليمون مجفف وورق لورا كده. ده الرز اللي احنا شايفينه. نشوفه واحده واحده مع بعض. مدام اميمه الو. مدام اميمه. مدام منى الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ازيك يا شيخ نبيل؟ اهلا بيك واهلا مني يا فندم. ربنا يخليك. احنا بنشكر حضرتك على كل الحاجات اللي بتعملها. اشكرك، ربنا يخليك. حاجات جميله والله، وجربنا معظمها حاجات جميله جدا. تحت امرك وامورك. ربنا يجازيك خير ان شاء الله. يجازيك ان شاء الله. معلش ممكن اسال حضرتك على الكاتشب؟ الكاتشب اقول لك ازاي؟ هي لا انا عملتها، بس هي الفكره ان احنا ما حطيناش صلصه. يعني ينفع نحط صلصه دلوقتي بعد ما تجهزت؟ ولا نعملها من الاول؟ هو لازم تعمل من الاول. نعملها من الاول. طيب حاجه ثانيه معلش. تحت امرك. بالنسبه للتين، هو انا ممكن اجفف التين ازاي؟ الايه فينو؟ التين ماله؟ اصل حضرتك موسم التين دلوقتي وبيجي لنا كميات مش بنبقى عارفين نتصرف فيها ازاي. عايزه تجففيه يعني؟ ينفع اجففه؟ حاضر عينيا طبعا، كل حاجه بتنفع. ربنا يخليك. يعني قلنا بدل ما نعمله مربى نجففه. لا حاضر عينيا تحت امرك. اشكرك. نرجع مع بعض نشوف الصدور الفراخ المشويه بتتعمل ازاي. احنا عملنا اول حاجه الشيش، وعملنا الرز، وعملنا السلطه. هنيجي نشوف الصدور بتتعمل ازاي. نكتب مقاديرنا. اول حاجه في الصدور المشويه بناخد التوابل عباره عن ايه. هنكتب دي الصدور ودي المقادير. صدور فراخ مخليه، زعتر، مستردة، بابريكا، وليمون، عصير ليمون، وكمان عصير بصل، وصلصه، وزيت، وملح، وفلفل اسود. نكتب مع بعض حاجه حاجه. يبقى احنا بالظبط نفس مقادير الشيش طاووق، بس هنزود ايه او هنشيل ايه؟ هنزود المستردة فقط لا غير. هنزود المستردة فقط لا غير. ناهد الو. ايوه ازيك يا شيخ نبيل؟ ازي حضرتك يا فندم؟ انا اول مره بكلم حضرتك. تشرفيني يا فندم. الله يخليك. على فكره انا من معجبين بيك جدا، ووالدتي هي اللي عرفتني على البرنامج، فانا سعيده بالجمهور بتاعك. الحمد لله. فعلا احنا شعب جميل جدا طبعا طبعا، حلو قوي وحباب لبعض طبعا. يا ريت نفضل كده على طول، وكل اللي احنا المشاكل اللي احنا فيها دي تروح، ونحب بعض اكتر واكتر. احنا اللي هنضيع اي حاجه وحشه ان شاء الله. ان شاء الله، امر الله.
اشكرك. انا سعيده بكلامي معاك، وشكري ليك ولكل الاستاف اللي معاك في الاستوديو. تحت امرك. وبالتوفيق ان شاء الله. امين يا رب. اشكرك اشكرك اشكرك. ده برنامج الناس كلها، مش بتاعي انا لوحدي، بتاعكم انتوا، وانا مجرد بخدم في حاجه واحده، لكن انتوا الاساس في اي حاجه، في مكالماتكم على الفيسبوك، في مشاركاتكم، في مشاهدتكم، في اي حاجه، ده بتاعكم انتوا، وانا ربنا بيوفق وبحاول اوصل معلومه صغيره شويه تساعدنا في حاجاتنا العمليه والمعده. نجيب صدور الفراخ، اهم حاجه ده سمكها، هخف منها شويه كده. فاطمه الو. ازيك يا شيف؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ازيك يا فاطمه؟ عندك كام سنه؟ انا عندي 11. ما شاء الله. تعرف تطبخ ولا لسه؟ بعرف. طيب اهم حاجه يا فطومه تساعد ماما. ماشي. ماشي يا فطومه، اموري. انا كنت عايزه الصوبيا المزة، عايزاك تعمل لي حلقه لوحدها. عينيا تأمري. حلقه بس؟ ده انا عامل لك اسبوع. ماشي، خد حاضر. ماما بقى. ماشي. الو. مساء الخير يا ام فاطمه. ازي حضرتك؟ تحت امرك يا ست الكل. وربنا يجازيك عنا كل خير يا شيخ. وجزاك يا فندم، ربنا يخليك. واكل حضرتك يعني كلنا سمنا يعني. ربنا يعزك، تحت امرك. ربنا يخليك يا شيخ. تأمري. من فضلك، كان في ساندوتش مشهور في احد المطاعم، يعني هو ميكس جريل برضو، بس كله سي فود. ماشي. فيعني هي فاطمه طلبته من كام يوم من حضرتك. كان يعني مسميته فياجرا. حاضر. ايوه هو فعلا اسمه كده. حاضر، تحت امرك. تمام. ولو سمحت طلب تاني اللي فيه كاليماري محشي جمبري. حاضر. يعني كنا في اسكندريه، بس هو كانوا بيحطوا له كريمه، ويعني ما اعرفش هو حشاه ايه، بس بيشويها في الاخر. تمام. بس مش عارفين، ما كانش فيه رز ولا اي حاجه، بس كانت جميله جدا يعني. عينيا تأمري. فربنا يخليك لنا يا شيخ يعني. اشكرك يا فندم، تحت امرك. كده دي نفس الباقي بتاع المقادير، الزعتر والفلفل الاسود والملح، وكمان الصلصه والبابريكا والليمون وعصير ميه البصل. كل ده عملناه نشيش طاووق، بس هيزيد عليه المستردة. هيزيد عليه المستردة ده بالنسبه لايه؟ لصدور الفراخ المشويه. مدام نجوى الو. الو. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك انت؟ اوعى تمشي، انا جايه لك دلوقتي. يا تحت امرك، اموري. عيش وانت جايه. ماشي حاضر. انا بتصل بيك من يوم الاربعاء، مش عارفه اتجمع عليك. ازاي من يوم الاربعاء؟ خميس وجمعه اجازه، ما فين؟ انا برضه قاعده اتصل، يمكن ترد عليا. ماشي حاضر، تحت امرك. عايزه اسالك، الكبده ممكن اعملها بنفس طريقه الفراخ التكه؟ الكبده فراخ التكه، جربي. لا جربي يبقى. جربي. بصي هقول لك حاجه حلوه. اي حاجه حابه تعمليها كاختراع او ابتكار، جربي بكميه صغيره جدا. عجبتك كملي، ما عجبتكيش. طب لو انا عايزه اشويها؟ تشويها؟ الكبده؟ حاضر. اقول لك على الفحم ولا على الطاسه؟ لا على الفرن، زي شويه الفراخ التكه كده. عينيا تأمري، تحت امرك، تحت امرك. كده مدام صبريه. ايوه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، تحت امرك. ازيك يا شيخ نبيل؟ تحت امرك يا ست الكل، نحمد الله. عامل ايه يابا؟ نحمد الله تمام. لو سمحت، الجزيه اللي هي باللبن المكثف عملتها، بس بعملها بحطها بعد ما اكورها كده، بحطها في فرن البوتاجاز ثواني. لا ما نحطش في فرن البوتاجاز. ليه بقى طيب؟ هي عامه مش محتاجه ان انا اسويها، كل حاجه اساسا مش محتاجه سوا. يعني اكورها وناكلها كده بالظبط. هي مجرد ان انت بتحطي اللبن المكثف، بعد كده بتكوريها وتسيبيها 4 ساعات او 3 ساعات في الهواء تنشف معاك، تبقى زي الفل. احسن من تجيب 3 مكعبات غاليه جدا. يعني بلاش احطها في البوتاجاز؟ لا لا خالص، مش محتاجه خالص اي سوا في اي حاجه. كده اشكرك. كده رجعنا وعملنا ايه؟ دي صدور الفراخ المشويه عملناها مع بعض، وعملنا الشيش، وكمان هنبدا نشوف هنعمل ايه. كده هنبدا نشوف هنعمل ايه. يبقى عملنا مع بعض الرز، وعملنا السلطه الفاصوليا، عشان خاطر كتير جدا من الناس طلبوا ان احنا نعمل السلطه. وكمان هنشوف هنبدا بقى نروح. عندك شوايه، عندك الطاسه، عندك فرن، تقدري تعملي اللي احنا هنعمله دلوقتي حالا. وطبعا ما ننساش، ده طبعا شكل مخرجنا الجميل اللي جايب لنا شكل السلطه. وكمان عملنا دي صدور الفراخ، لازم تقعد فتره اطول، نقدر نعمل كميه ونخليها في قلب الثلاجه او فريزر، تخليها
تشرب التتبيله بتاعتها زي ما احنا شايفين كده اهو. بص شكلها، ده شكلها. حاجه لولا الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك عامل ايه؟ نحمد الله تمام. منور الشاشه. بنورك ربنا يعزك. الله يخليك. من فضلك يا شيخ احنا كنا عايزين حضرتك تعيد لنا البيتي فور تاني. اللي يا فندم؟ البيتي فور. عينيا. وعايزين البسطرمه ووجبات كده، يعني مثلا حضرتك مثلا عملت اكله تقول لنا مثلا يمشي معاها ايه. عينيا تأمري. تاني حاجه ممكن اول معلومه. أمري. كانت في واحده سالتك على تخزين البقدونس والشبت والحاجات دي. احنا بنقطعها، وبعد ما بنقطعها بنجيب القوالب بتاعه التلج بنحطها فيه. تمام. ونحط عليها ميه وندخلها الفريزر. اول ما تتجمد نعبيها في اكياس ونخليها بقى للاستعمال. حلوه المعلومه دي، انا نفسي استفاد منها. اشكرك. جزاك الله خيرا. شكرا. هدى الو. هدى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا ست نبيل. اهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك؟ نحمد الله تمام. ايه الجمال والحاجات الجميله اللي انت ربنا بتعملها دي. تسلم ايدك تحت امرك وعافيتك. اشكرك. وينور لك نور بصيرتك يا رب. امين يا رب. امين يا رب. يا رب يخليك. انت عامل ايه؟ كويس تمام. والله وحشتنا الخميس والجمعه دول. وانتوا كمان والله. والله ربنا يديك الصحه يا رب. ربنا يعزك يا رب. اشكرك يا رب يخليك. اعمل لنا بقى البسطرمه واعمل لنا اللانشون. هنعمل كل حاجه انتوا عايزين. عينيا ليكوا. حاضر. يا رب يخليك. تحت امرك. لا هكلم حضرتك. حاضر اتفضلي. يا منور نور الدنيا، يا أجمل شيخ في الدنيا، يعطيك الصحة ويعطيك العافية ويخليك لقناة نور الدنيا. يا انت اللي ربنا يخليكي. ربنا يخليكي يا آلاء يا رب. كده اشكرك آلاء. هنيجي مع بعض نشوف الشيش واحنا شايفين الصدور وهي بتستوي. نعمل ايه؟ شايفين؟ مدام حنان الو. مساء الخير يا فندم. مساء النور. تحت امرك. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. بعد اذنك يا شيخ نبيل، انا كنت بس عايزه حضرتك تنزل لي بس مقادير الصوص طاووق عشان ما لحقتش. عينيا تأمري. وكنت ليا برضو يعني بعد اذن طلب تاني لحضرتك. اموري. كان نفسي حضرتك يعني تعمل لنا حلقه خاصه عن اللي هي اللحمه والفته والحاجات دي قبل العيد الكبير بصراحه. عينيا ده طبعا اكيد لازم يحصل. يا ريت حضرتك بس وتعرف تعمل لنا بس الكوارع والعكاوي والحاجات دي كلها. بكره في عكاوي ان شاء الله. ان شاء الله. طب يا ريت حلقه برضه الكوارع والحاجات ديت يا ريت حضرتك تعمل لنا. هنعمل لكم اللي انتوا عايزينه. الله يخليك. تحت امرك. والممبار والمحاشي ان شاء الله ربنا يكرمنا وهنعمل حاجات جميله جدا ان شاء الله طول ما احنا ربنا مدينا عمر. كده هقلب صدور الفراخ. حاجة عايدة الو. ايوه السلام عليكم. اهلا بيك يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ نبيل؟ ازي حضرتك يا فندم؟ ازي صحتك؟ نحمد الله تمام. متشكرين على الحاجات الحلوه دي اللي بتعملها لنا. اشكرك ربنا يعزك. يا رب يخليك لينا يا شيخ نبيل. انا والنبي عايزه من حضرتك يعني الكرنب ده اللي انت قلت عليه بتاع التخسيس، يعني عايزاه يبقى نعمله ازاي؟ حاضر عينيا. حاضر هقول لحضرتك. حاضر تحت امرك. تأمري. محمد الو. الو. مساء الخير يا فندم. مساء النور. ازي حضرتك يا استاذ محمد؟ ازاي الصحه يا فندم؟ نحمد الله يا فندم. اولا يعني الحاجه اللي انت بتعملها دي احنا مش شامينها خالص. تحت امرك. انت عايز بقى ان شاء الله ربنا يرضى عنك كده وعايزين ندوق. حاضر. تؤمر. لا عايزين ندوق الحاجات دي. انت عمال تعمل حاجات وتزغلل عينينا بس. انا بشوقك بس عشان تعمله في البيت. عندك بس تجربها وان شاء الله تطلع زي الفل. تسلم ايدك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ربنا يوفقك ان شاء الله. امين يا رب العالمين. تحت امرك. وان شاء الله باذن الله عايزين كده المزيد من الحاجات الحلوه ان شاء الله. حاضر عينيا. ان شاء الله. تحت امرك. اشكرك. شكرا لذوق حضرتك طبعا. ام عبد الرحمن الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيف انا سويت الكيكه حقت التمر بس ما طلعت مظبوطه معايا، طلعت ثقيله يعني ما هي مظبوطه. طلعت مش مظبوطه.
الكيكه حقت التمر. وبعدين لو سمحت يعني ابغى طريقه كيكه السويس يعني تنزل لي على الشاشه لاني ما شفتها ذاك النهار. وبعدين في ملاحظه لما الواحد يبغى يتكلم يعني ذيك النهار كان حفيدي نفسه يتكلم معاك فقطع الخط. يعني الواحد خلينا نخلي الكلام وبعدين يقطع الخط. حاضر حاضر حاضر، تحت امرك تحت امرك. صوتك وصل واشكرك كده. اشكرك ام عبد الرحمن. كده ده الشيش طاووق. بنعمل ايه؟ بنسيبه شوايه او طاسه عندي او في الفرن ايا كان طريقه السوى. ده شكله طبعا ده شكل الشيش طاووق. ده شكل الشيش طاووق. نتفرج ونشوف اللي حضراتكم ان شاء الله تجربوه تعملوا احسن مني بكتير جدا. وكمان في البيت بنظافه بشياكه نعمله لينا ولاطفالنا. مدام منى الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ نحمد الله يا فندم تحت امرك. طيب. ساعة السلامة. شكرا على الحاجات الحلوه اللي بتعملها لنا. الشكر لله يا فندم تحت امرك. بس لو سمحت يا شيخ انت عملت كل المخللات ما عدا الزيتون الاسود وانا عايزه اعرفه ضروري. حاضر عينيا. ربنا يكرمك. تحت امرك يا ست الكل. متشكره قوي. تحت امرك تحت امرك. الزيتون الاسود كده. هنبدا نشوف هنجرنش الطبق بتاعنا ازاي. ام علي الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا كنت عايزه اسال بس هو الجريل اللي حضرتك بتشوي عليه هو بيعتبر مفروض ان يعني ينفع بداله مثلا الفرن مثلا ولا؟ احنا لسه قايلين. حاضر اقول لك تاني. حاضر تحت امرك. قلنا اللي احنا بنعمله دلوقتي. انا عندي جريل. ما عندكش جريل هتعملي ايه؟ مش هتعملي حاجه، لا هتعملي احلى حاجات. ازاي؟ عندك الفرن، عندك طاسه على النار تطلع معاكي زي الفل. ده شكل شيش طاووق اللي احنا بنعمله. وكمان ام علي الو. ام علي يا ريت حضرتك تتصلي بيا تاني. ام مريم الو. في بس ضغط على التليفون. يا ريت حضرتك تتصلوا بيا تاني. نستنى تليفوناتكم كده. ده الرز اللي احنا عاملينه مع بعض. شايفين اللون فلفله. ده ريحته كمان جميله جدا اهو. ده الرز اهو شايفينه. ده شكل الرز اللي احنا عاملينه مع بعض. خفيف ما خدش مننا اي مجهود ولا خد مننا اي حاجه. وكمان سهل وبسيط مفيش اي مشكله في عمايله. ام مريم الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت بقول لحضرتك تسلم ايدك على كل حاجه بتعملها وبجد الطرق اللي بتعملها كل خاماتها متوفره. تحت امرك. بس احنا عايزين من حضرتك بس طريقه الفينو لان انا كنت عملته بطريقه غير اللي حضرتك قلتها وبيطلع حلو بس بينفش بالعرض فانا نفسي اعرف طريقته المظبوطه لو سمحت. عينيا ليكي تحت امرك. حاضر. تسلم. الفينو ان شاء الله هنعمله الاسبوع ده تاني علشان خاطر في ناس طلبت مني البريوش والفينو وبعض المخبوزات. ان شاء الله بامر الله انتظرونا خلال الاسبوع او خلال الايام الجايه. هنعمل كل يوم حاجه تعجبكم ان شاء الله. منى الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ نبيل؟ ازي حضرتك يا فندم؟ بنشكرك جدا على اللي بتقوم بيه. اشكرك ربنا يعزك. لو سمحت يا ريت ضمن المخبوزات اللي حضرتك هتعملها لنا يا ريت القراص الطريه. الايه؟ القراص الطريه. عينيا حاضر تحت امرك. الله يكرمك. نوري. شكرا. تحت امرك. شكرا يا فندم. هنا الرز هنقسمه على طبقين. ليه؟ عشان الطبق صغير فاحنا عاوزين نجزأه على جزئين. ولاء الو. الو. مساء الخير يا فندم. مساء النور. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اموري. ازي حضرتك عامل ايه؟ نحمد الله تمام. ميرسي خالص على الحاجات اللي انت بتعملها. اشكرك يا رب تكون عجبتكم. بس اهم حاجه الحاجات اللي احنا بنقدمها. لا بصراحه جميله جدا وسهله جدا. تحت امرك. هي بس السواير حضرتك بتشوي عليها دي بالكهرباء ولا هي دي كهرباء. هي دي كهرباء لكن في منها غاز وفي كمان. تحت امرك اموري سامعك. بتقول ايه؟ في منها غاز وفي منها كهرباء بس دي كهرباء. دي كهرباء بالظبط يا فندم.
ماشي. طب انا كنت عايزه طريقه الهمبرجر. الايه؟ الهمبرجر. حاضر عينيا، تحت امرك. البرجر هنزل لك مقاديره حالا على الشاشه، وكمان بنخلط كل المقادير زي الكفته اللي احنا هننزلها حالا على الشاشه، وهنبدا نشوي الكفته بتاعتنا اللي احنا عاملينها وعملناها قبل كده في حلقات قبل كده. عشان كده هنيجي على الكفته وهننزل مقاديرها حالا. ده الصدور اللي احنا عاملينها. دي الكفته مقاديرها. كفته الحاتي اللي احنا بناكلها عند اي حد واي محل واي رستوران، بناكل الكفته عباره عن ايه؟ 3/4 كيلو لحمه بلدي سواء ضاني كندوز، وكمان حاجه اسمها بوش دي موجوده عند اي جزار نقدر نوصي عليها، مش غاليه، مع ليا ضاني. لو عاوز اكل لحمه او كفته صح قوي نعملها بالطريقه ديت. ناس كتير جدا 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 جربوها وعجبتهم قوي قوي قوي. يا رب تجربوها. اللي ما لحقناش او ما تابعناش في حلقات قبل كده يا رب يشوفها تاني ويعملها. وكمان بصل مبشور و2 فص ثوم مع جوز الطيب وملح وفلفل اسود. وده شكلها، بنجيبها وبنصبعها بالشكل ده كده. اسماء، الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. ازي صحتك؟ نحمد الله تمام. تسلم ايديك على حلقه المخلل الزيتون والليمون. تحت امرك. كانت اكتر من رائعه. الحمد لله. تحت امرك. الله يخليك يا شيف نبيل. معلش يا شيف نبيل، ربنا يخليك نزل لي مقادير التشيز كيك عشان انا ما حضرتش الحلقه للاسف. حاضر عينيا. واخبار ميعاد الاعاده ايه؟ يعني انا مع المدام اللي اتصلت وقالت برضو الساعه 6 انسب ميعاد لينا 6/7 اخر النهار. هنحاول. الله يخليك يا شيف نبيل. تحت امرك. ربنا يخليك. اشكرك يا فندم. التشيز كيك ليه ألف طريقه وطريقه، وليه حاجات موجوده جوه مصر وخارج مصر، لكن احنا من اول قلنا ان احنا بنعمل طريقه من الطرق. دي كده الصدور التشيز كيك على الهوا. حضرتك تقدري تكتبي المقادير، طلباتكم اوامر كده. اللي مش هيلاقي يكتب يصور افضل عشان خاطر يتابع معانا احنا بنعمل ايه كده. استاذ حازم، ازيك يا شيف؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ليك وحشه والله. انت اكتر والله العظيم. تحت امرك. انا اديني وقت بس دقيقه، اقل من دقيقه. لو عاوز ساعه انا ممكن اقول لك ساعه. طب ساعتين. تحت امرك. ربنا يخليك. اولا الكنترول ناس محترمين جدا جدا جدا. اشكرك، ده من ذوق حضرتك طبعا. بيردوا بطريقه في منتهى الشياكه واللباقه والاخلاق العاليه جدا على الناس. انا بشكره مع حضرتك. دي حاجه. تحت امرك. الحاجه الثانيه اللي ضايقتني انا اكتر دلوقتي الاخت اللي اتصلت من الرياض او من السعوديه واتكلمت بطريقه مش ظريفه. احنا ما حدش يملي شروطه علينا. لا ما فيش اي شروط خالص. مفيش اي شروط. انتوا لازم تخدموا الناس يعني وبتسمعونا. كل واحد احنا هنا مفيش حاجه اسمها رقابه، احنا بنسمع بعض بمنتهى الحب. بالظبط كده. اشكرك. يبقى ما تعملش بالطريقه دي. لا تحت امرك. اشكرك. مفيش طرق ولا حاجه، احنا كلنا هنا اخوات وكلنا واحد في اي حاجه. هنا جبنا دي الصدور، هنجيب بقى الكفته. انا معزه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو تسمح يا شيخ، عايزه اسال حضرتك على طريقه تخلي الكفته اللحمه المفرومه ما تتكسش. يعني اعمل همبرجر، اعمل الكفته، ابقى عامله الحجم اللي يتحط على وحده الكايزر، الاقيها بقت صغيره قوي. اقول لك اللي حضرتك ليه. اضيف ايه عشان ما يتكسش مني كده؟ حاضر. احنا البرجر احنا قلنا عليه في فول صويا. لا انا مش عايزه اضيف حاجه عليها. مش عايزه تضيف على اللحمه خالص حاجه؟ لا. يبقى حضرتك تشوفي نوع اللحمه تكون بلدي. بجيب الكندوز. بص، اي لحمه في الدنيا بتكش. نعم. اي لحمه في الدنيا هتكش. يعني مفيش اي اضافات عليها ممكن توقف؟ لا احنا عاوزينها طبيعيه بقى، مش عاوزين فيها اي اضافات. فبالتالي مش هينفع ان احنا نحط. يعني انا عرفت ان ممكن احط معلقتين نشا او كده ممكن تمسكها شويه. يعني الافضل واصح وللصحي فول الصويا، فحضرتك رافضه ده، فبالتالي مش هينفع. طب لو حطيت كيلو لحمه احط عليه فول الصويا قد ايه؟ بنحط كيلو لحمه عليه نص كيلو من الفول الصويا. تحت امرك. هنا بنجيب الشكل ده بالنسبه ل الكفته. شايفينها مع بعض. حلا. الو. مساء الخير يا فندم. مساء النور. ازيك يا حلا؟ الحمد لله. اموريني يا قمر.
لو سمحت انا عايزه طريقه اللازانيا. اللازانيا عينيا، تأمري. كده الشيش طاووق بياخد وقته شويه اهو، شايفينه ريحته مشكله، ريحته مشكله. وكمان الكفته كل نص دقيقه او كل فتره نقلبه كده، عشان خاطر احنا عملناه قبل كده، على الفحم، وكنا اول ناس نعمله على الفحم، ندخل فحم استوديو ونعملها. عملنا كفته قبل كده، وهي دي نفس نوعيه الكفته اللي احنا عملناها، ان احنا نزلنا مقاديرها، وان احنا لسه هننزل كل المقادير اللي احنا عملناها تاني على الهوا تحت امركم. مين معايا؟ مدام اسام. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مدام هشام معاك يا مايك. اهلا بيك يا مدام هشام. ربنا يخليك. تحت امرك. ربنا يخليك. تأمريني. ربنا يخليك، تسلم ايدك على اللي انت بتعمله. اتفضلي معانا. ربنا يخليك. رغيف بقى، رغيف. عزومة مراكبية. رغيف. لا والله. انت حضرتك اسكندراني يعني بتشتهروا بالكرم. انا طبعا الشرف ليا اكون اسكندراني. ربنا يخليك يا رب، دايما احنا بنحب كل الاسكندرانيه. ربنا يديك الصحه. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يخليك. الامر لله. بالنسبه للشيز كيك، ينفع ان انا احط المكعبات اللي هي المربعات اللي احنا قلنا عليها؟ ما هو ليه 1000 طريقه وطريقه. ماشي. لو انا هحط كام مكعب؟ احط من 12 ل 15. من 12 ل 15 او حسب حجم الفورمه اللي عندك. ماشي. ولو انا ما حطيتش السور كريم وحطيت الزبادي، هحط كوبايه ونص برضه؟ في ناس زبادي، في قشطه، في سور كريم، حسب ما انت متوفر عندك وتقدري تجيبي او تعملي براحتك. دي الكفته بنعملها مع بعض، كل حاجه بنعملها مع بعض. وده هنحط هنا عيش عشان نقدم. اسماء. الو. الو. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا تحت امرك. من فضل حضرتك بس انا كنت عايزه اسال، لما نيجي نعمل المشويات دي في الطاسه او في الفرن او كده. ليه يا فندم؟ الطاسه، المشويات دي لو انا عملتها في الطاسه او في الفرن. تمام. لما اجي اعملها في الطاسه هحط زيت ولا هحط ايه؟ يعني لو عايزه تحطيه فين؟ لو انا هحطها على الطاسه من فوق. هحط هحط تحت المشويات دي ايه، زيت ولا هتحطي زيت؟ حاجات بسيطه، هي كده اي مشويات نحط شويه زيت. ليه؟ عشان خاطر ليه بسيط؟ احنا كده في التتبيله او في المارينيشن حاطين شويه من الزيت في قلب الشيش طاووق او في الصدور المشويه. اما الكفته كده بتنزل الماده الدهنيه بتاعتها، عشان كده بنحط شويه صغيرين جدا من الزيوت او الماده الدهنيه. تحت امرك. دي الكفته بنعملها مع بعض اهو، وده الشيش طاووق كده جهز معايا اهو. وهنبدا نقدم. ام مريم. الو. الو. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا شيخ، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا رب، تسلم ايديك. ربنا يخليك يا رب. بصراحه منظر الاكل تحفه. تحت امرك. ريحه الشقه عندنا بقت كلها مشويات. طب حاولي تفتحي الشبابيك شويه. ربنا يخليك. شيخ نبيل، كنا عايزين نطلب من حضرتك طلب. اموري. ان حضرتك تعمل لنا حلقه مباشره من اسكندريه. يعني كنوع من انواع التغيير يعني. يبقى اهل اسكندريه بقى اللي يقولوا كده بقى. لا ده حضرتك يعني احنا ممكن نيجي نجيبك من 6 اكتوبر تعمل الحلقه على طول يعني. انا موافق. اكيد يعني. ربنا يخليك يا رب. تحت امركم طبعا. ربنا يخليك يا رب. ده شرف ليا وده يسعدني جدا جدا جدا. اشكرك واشكر كل ناس داخل مصر وخارج مصر. كده هنبدا بقى بعد ما عملنا الرز وعملنا الكفته وعملنا شيش طاووق وعملنا الصدور، بنعمل ايه؟ هنبدا نزوق الطبق بتاعنا ان احنا نقدم فيه بشكل لذيذ بسيط. ما بحبش اجرنش كتير، مش بحب اعمل خضار كتير جدا يترمي، لا كل حاجه نستفاد بيها. مدام اروى. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ ازي حضرتك يا فندم؟ بعد اذن حضرتك يا شيخ، كنت عايزه اعرف طريقه الروانه او الرواني. الرواني حاضر. وكمان في سؤال معلش، انا عايزه اعرف حضرتك انا عملت صوابع زينب بس العجينه ما لمتش، احط ايه اكتر، الدقيق اللي هو البسبوسه ولا دقيق العادي ابيض؟ بص حضرتك، حط الدقيق العادي. اكتر فيه عادي بالظبط. هي في يا جماعه انواع دقيق، ان شاء الله هنعمل حلقه خاصه عن الدقيق وعن بدون دقيق وعن الزبده والسمنه والزيت ازاي وليه وفين،
السعرات الحراريه بتاعتهم ان شاء الله بامر الله. طول ما احنا مع بعض ان شاء الله هنعمل حاجات جامده بفضل الله. مدام هشام الو. معلش يا مايسترو. عليكم السلام. ربنا يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. معلش عشان بس بالنسبه للميعاد انا كنت قلت تصويت كده وتقريبا كده في ناس كتير معايا في التصويت ده. قلت بدل ما الاعاده بنقول بدري لا متاخر لا الميعاد يطول الميعاد يقصر. ما احنا نخلي الميعاد زي ما اتفقنا كده على 6/7 ويبقى ثابت للناس كلها للموظفين اللي زيي والستات البيوت. ده رأي ممتاز ممكن ندرسه. حاضر. ويبقى في نفس الوقت ما نطلبش بقى ولا الميعاد يطول ولا الميعاد يقصر وكده. يبقى الميعاد ده 6/7 مناسب لكله خلص وجه من المدارس. يبقى يا ريت نعمل ده استفتاء ونسأل الناس. أشكرك. تحت أمرك. كده ده ميكس جريل حفلة باربيكيو على الهوا نعملها مع بعض. ام روداني الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحت امرك. الو. النهارده الحلقه خطيره والله يا شيخ. ربنا يخليك يا رب بفضل الله. والله جميله جدا يعني. اشكرك. لو سمحت ممكن اطلب من حضرتك بس طلبين؟ تحت امرك اموري. لو سمحت بس طريقه كتابه المقادير ممكن حضرتك تبقى تحط لنا التوابل تحت عشان لما بتبقى التوابل مع الطريقه بنبقى متلخبطين وما بنلحقش نكتب. حاضر عينيا. ومعلش عندي ديك رومي ليه شهر ونص في الثلاجه. ماله؟ ديك رومي. ديك رومي. معذبه معاكي يعني. دي شهر ونص في الثلاجه مستنيه طريقه حضرتك والله. معذبه معاكي يعني. نعم؟ معذبه الديك رومي معاكي. والله العظيم معذباه فعلا بيقولوا لي كده مش يستاهل هو يستاهل. حاضر. مستنيه حضرتك كل دوت. حاضر عينيا الاثنين ليكي تحت امرك اموري. تحت امرك اشكرك. ام محمود الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ نبيل كل ما اجي اعمل الكفته بتفك مني لما بحطها على السيخ. طيب هقول لك حاجه. انت جربتي مقاديرنا ولا اي كفته بتتكلمي عنها؟ لا كنت بعملها الاول ما جربتش المقادير. طيب يا ريت حضرتك تجربي مقاديرنا وتقولي لنا ايه اللي هيحصل معاكي بعد كده. طب ماشي. وخلي بالك من صوابعك. محمود بقى عايز يسلم عليك. وخلي بالك من صوابعك نصيحه. حاضر. الو. ابو حنف. الو. امرني يا حوده. ازيك يا عم؟ نحمد الله. شكرا ليك يا حوده. تسلم ايدك. ربنا يخليك يا حوده اشكرك. طيب نيجي مع بعض هنشوف هنعمل ايه. دلوقتي بنعمل الكفته وعملنا شيش طاووق وعملنا الصدور. نيجي بقى نشوف السلطه بمقاديرها بشكلها والكفته بمقاديرها وشكلها والرز احنا عاملينه مع بعض والشيش طاووق بمقاديره وشكله. نكتب مع بعض ونشوف. اول حاجه هنقولها السلطه اللي احنا عاملينها الاول. يبقى كده بنعمل ملخص للحلقه. ملخص الحلقه النهارده عباره عن ايه؟ احنا النهارده عملنا سلطه فاصوليا بيضه على فاصوليا حمراء او حاجه من الاثنين. وكمان ادي دي السلطه بتاعت النهارده. كتبنا نشوف شكلها. دي شكلها فاصوليا مستويه مع بصل وثوم او ليمون. وكمان كل حاجه عملناها النهارده شايفينها. دي السلطه شايفينها. نقول مقادير الشيش. هنكتب مع بعض ده شكل الشيش وهنكتب مقاديره. مقاديره زيه زي الصدور المشوية بس اختلافا للمستردة. بس المستردة بتزيد على الصدور. ادي شايفين ده شيش طاووق. ادي الكفته سليمان. نيجي كل حاجه هنكتبها ونعملها مع بعض اهو. ادي الصدور نكتب واحده واحده. حفله باربيكيو النهارده. الصدور
المشويه، زعتر فريش ومستردة وبابريكا وليمون، عصير ليمون وعصير بصل مع صلصه وزيت وملح وفلفل اسود. ده مقاديرنا. ميسة الو. الو السلام عليكم. ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا استاذ نبيل؟ نحمد الله تمام. لو سمحت انا الفول الصويا دون حضرتك قلت ممكن منه بودره. انا عملته على كفته مقدار فنجان على كيلو. لقيته مر بطريقه رهيبه. يبقى نوع الفول نفسه فيه مشكله. يعني هو اصلا بيبقى مر ولا ايه؟ لا ما بقاش مر خالص، ما بقاش المراره اللي هي حضرتك بتتكلمي فيها خالص. دي كفته الحاتي. حاضر هبقى اعمل لكم حلقه تاني. وكمان مدام ناديه. الو شيف نبيل، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ نحمد الله تمام. بصراحه لو كل الشيفات باللطف بتاع حضرتك ده يبقى كلنا هنبقى احلى طباخين في الدنيا. لا تحت امرك يا ست الكل. بص يا شيف نبيل، انا عايزه اسال على التشيكن رول اللي داخل التشيكن نفسه. دي جبنه او مايونيز مع الزيتون الاخضر. كنت عايزه اعرف. ده جبنه موتزاريلا. جبنه موتزاريلا بالظبط كده. بنسيحها عادي مع الزيتون الاخضر ولا ما بنسيحهاش؟ بنحط جبنه موتزاريلا مع البصل مع الزيتون مع الخيار المخلل، كل ده مع بعضه. أيوة. ما بيجي يستوي بيدي طعم تحفه جدا جدا. جميل جدا جدا. انا بس كنت مش عارفه ان هي جبنه فعلا او لا مايونيز. جبنه يا فندم تحت امرك. ميرسي يا دكتور نادي. تأمري يا فندم تأمري. كده عملنا ايه النهارده؟ عملنا السلطه وعملنا حله الباربيكيو الجامده دي، رز اصفر، وكمان نقدر نقدمه على صوص باربيكيو جاهز. ان شاء الله هنعمل فراخ بالباربيكيو قريب، هنعمل باربيكيو في البيت عندنا، كل حاجه ليها بدايل. دي السلطه، وكمان عملنا كفته وعملنا الشيش طاووق وعملنا الصدور المشويه والرز الاصفر البسمتي الجميل. يا رب تكون النهارده حلقه تكون سهله وبسيطه، وكمان عملنا كل حاجه في بيتنا. وكمان يا رب بكره يجي بسرعه عشان خاطر منتظر تليفوناتكم الجميله جدا. وكمان يبقى التليفون هنا مشاركته احنا واحد، كلنا واحد، مش مجرد برنامج ليه روتين معين، لا خالص. هنغير كتير جدا الفتره الجايه، هنغير من شكلنا، هنغير موضوعنا. اهم حاجه نوصل معلومه جديده، او لو قديمه نحدثها ازاي ناكل، ازاي عندنا عزومه هنعمل ايه، وازاي لو موظفين بنعمل اكل اسبوعي نحط في الثلاجه ازاي، هنقدم ايه ازاي مع ايه، سعرات حراريه، تخسيس، تدخين، ايا كان الموضوع. انتظركم بكره ان شاء الله بامر الله الساعه 3 لحد الساعه 4، وبالليل طبعا العاده الساعه 1. واعتذر لاي حد بيتصل دلوقتي عشان خلاص البرنامج خلص، وانا حزين ان انا هسيبكم. بكره ان شاء الله اشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.